جماعة حسن زميرة صاروا ممسحة فعليا، كل ما تعنيه الكلمة يا جماعة محكيكم. اخواننا الشعب اللبناني الشقيق، بس بدي افهم شغلة، انه انتم كيف متحملين هي الفئة من المجتمع عنكم؟ الحدود السورية اللبنانية عم تمسح الاراضي فيها بعناصر حزب الشيطان وحزبالي. إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام مسحوا فيهم الأراضي، الرايح عم يشوط فيهم والجاي عم يشوط فيهم. يعني بعد ما أسروا العنصرين من الدولة السورية من كل عقلهم مفكرين إنه الدولة السورية راح تتنازل لهم أو تمشي مثل ما بدهم، جاري مسح الأراضي بعناصر حزب الشيطان وعناصر وفلول ميليشيا الأسد البائد، شلة حرامية وشلة تجار مخدرات ومهربين. بعد ما قاموا ميليشيا أسد البائد وميليشيا حسن زميرة باختطاف عنصرين من الدولة السورية على الحدود السورية اللبنانية، مفكرين حالهم راح يكونوا هن أسياد اللعبة وراح يسيطروا على الوضع. الجفوف منين تجيهم ما يعرفوا، الجفوف منين تجيني ما بعرف. هاتوه الشاهين صار يلعب فوقهم هيك يا جماعه. هلا المهم اداره الامن العام واداره العمليات العسكريه سيطروا على بلده الحويك الحدوديه بين سوريا ولبنان، ويمكن اخذوا 3-4 قرى لبنانيه كمان ما بعرف، واستردوا العنصرين اللي تم اسرهم غدرا بالاضافه ل 25 واحد من جماعه حسن زميره. المهم يا جماعه اكتبوا لنا بالتعليقات كيف شفتوا اداء عناصر حسن زميره مع جماعه فلول الاسد البائد على الحدود السوريه اللبنانيه، وهل كانوا قد المهمه ولا لا؟ سلام.